حبيبي الشيخ محمد مال الله الجابر، طيب الله فالك. دخولي خطبة الجمعة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدوحة 11 و25 عبد الله أبو عنين على إذاعة القرآن الكريم. التردد راح يطلع قدامكم بعد 5 دقائق، نبدأ إن شاء الله من معرض الكتاب الدولي بالدوحة. حياكم. السلام عليكم، صباح الخير. أشعر بالإنسانية كل ما شاهدت أحد يتألم وحسيت إني أشاركه الألم حتى لو ما بيدي شيء. هذه بنت ماتت أمها من 4 سنوات ولحد الآن ما هي مصدقة، تقول أبغاها، أبغى ضحكتها وأبغى سواليفها وأبغى حتى نرفزتها وعصبيتها علي أحيانا. تقول ما أعرف كيف أقدر أعيش الحياة اللي كنت عيشتها من قبل، لما كنت دايم أضحك ومبتسمة وأحب الحياة وأحب الأشياء اللي من حولي. نفسي ترجع تصحيني وتفتح الشباك وضوء الشمس يخرب الجو، وأنا أقول لها في طريقة أحلى من كذا، وهي تستمر وتكمل وتسحب البطانية من علي وتقول يلا قومي قومي، وتذكرني بالصلاة والواجبات. لفترة ما أخذت إبر الأنسولين ولا اهتميت بمواعيدي وأفوت، ولكن أكثر شيء يشعرني بالألم لما أتذكر رسائلها وهي مسافرة تذكرني بالعلاج. أحس كل الناس اللي حولي غريبين بالنسبة لي حتى لو كانوا مهمين، ولما أتذكر القضاء والقدر أصبر، ولما تهجم علي الذكريات أضعف. ما أعرف كيف ترجع الحياة تحلو في عيني بعدها، ما أعرف كيف أرجع أكمل وأتخرج، كيف أتزوج بدون ما أتأثر بنفسيتي التعبانة. نفسي أنها ترجع دقيقة أقول لها أني كنت أحبها موت، بس ما كنت أقدر أعبر عن هالحب، كنت أضمها فقط. وهي لما ترجع بتسألني أول شيء كيف كنت بعدها، تختم بأنها تقول إن هديت من جواتي، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت يا أم لقاء ما هو بفناء ولا عدم، والأموات يعيشون معنا بأرواحهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خليها تدري عنك إن شاء الله، تبلغها الملائكة أنك مبسوطة وأنك بخير وأنك عايشة حياتك كما تتمنى. جميل أنك تذكرينها بخير وتتصدقين عنها وتستغفرين لها وتدعين لها، هذا يرفع درجاتها عند الله إن شاء الله. لكن أتمنى أنك ما تطيلين الالتفات للوراء، عيشي حياتك، عيشي لنفسك ولبنتك وللناس اللي تقدرين تسوين لهم جميل أو معروف. أذكر لك كلمة ابن تيمية: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. عيشي حرة طليقة وخلي صلتك بالله قوية. لو قدر لأمك أنها تخاطبك من عالمها الآخر، وش تتوقعي بتقول لك؟ تقول لك اسعدي، كولي، اشربي، استخدمي علاجك. تأكدي إن كثيرين بيدعون لك الليلة، وأنا واحد منهم إن شاء الله، وبيدعوا لوالدتك في الفردوس الأعلى من الجنة، وإن الله يجمعك وياه بعد عمر طويل سعيد.